أخطر لص في الوجود هو من يسرق وقتك. وما الوقت المسروق منك؟ يوما ستراه ثانية أو إليك سيعود. حياتك دقائق وأيام وشهور وسنين، فكلما مر وقت منك نقص منك جزء، يرحل ولن تراه من جديد. أما قالوا لك أن الميت هو من نفد رصيده من الوقت؟ أما قالوا لك أن الميت هو من نفد رصيده من الوقت فذهب إلى يوم الوعد الموعود. حياتك وقت، والنجاح استثمار لوقتك، فإن حافظت عليه امتلكت ما تحلم به. فإن حافظت عليه امتلكت ما تحلم به وتريد. وإن ضاع منك الوقت فقد ضاع منك كل شيء ومات. وما ميت عاد يوما وليد. نظم حياتك، ضع لها جدولا بأوقات محددة تحقق ما تشاء، وما يوما عنه تحيد. ابتعد عن كل ما يسرق وقتك، فالوقت إن ذهب لن تلمحه ثانية في طريق أو حتى في يوم عيد. أخطر لص في الوجود هو من يسرق وقتك. وما الوقت المسروق منك؟ يوما ستراه ثانية أو إليك سيعود. أخطر لص في الوجود هو من يسرق وقتك. وما الوقت المسروق منك؟ يوما ستراه ثانية أو إليك سيعود، ولن تلمحه ثانية في طريق أو في يوم عيد.